يلا بينا نفتح وندوق ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. دي ام علي ساقعه وانا ما باكلش ام علي ساقعه، فهنسخنها اكيد. اقعدي انت هنا كده نقطع بقى. بصوا خلينا متفقين ان الزرعه دي مضايقاني، بس انا هخليها ديكور يعني على اساس انها بلكونه وكده وزرع وجو حلو. انا مش عارفه ابتدي بايه، والله يا جماعه انا عامله دايت وحياه ربنا مش بكذب عليكم، وعشان اعرف اكل الحاجات دي انا صايمه من امبارح، اللي هو انا مش هاكل عشان يبقى ده اكلي. نبدا بايه؟ انا هبدا بالنظريه اللي بتقول ابدا بالخفيف عشان تسيب مكان في كرشك للجامد، فهبدا بايه؟ مش مفيش اخف من طاجن الزبادي يعني يا جماعه. بصوا بقى انا عايزاكم تتفرجوا معايا على الحته دي بيسموها زمان زبديه، زبديه، مش عارفه كان محمد صبحي بيقول عليها ايه. بصوا الزبادي عليه كميه وش خطيره. انا عارفه ان الزبادي البلدي بيبقى مليان وش، بس بصوا يا جماعه، بصوا الوش خطير بجد. بصوا بالنسبه لي الزبادي ولا غلطه، وبعدين مقشطط كده. ايه مقشطط دي؟ يعني فيه قشطه، يعني وش وقشطه والزبادي ماسك نفسه. بصوا كده الزبدية ماسكه نفسها في الطاجن. اللي بعده انا سخنت ام علي عشان انا بحب الحاجه سخنه يا جماعه. يعني انا من النوع اللي لازم ياكل الحاجه سخنه، ما باكلهاش ساقعه. رز بلبن، ام علي، مهلبيه، انا فصراحه خطير يعني بجد. حلو يعني. بصوا كده، لا بصوا كده، لا حلو، ريحته حلوه، ريحته فيها كريمه. بصوا يا جماعه انتوا بتكلموا واحده حلوانيه. ايه حلوانيه دي؟ تمام حلوانيه. فبجد الريحه كريمه، ريحه الكريمه باينه، مش مميميه. انا ما بحبش ام علي المميميه. في ناس بتحبها تبقى بتشر لبن كده، لا انا احبها مظبوطه، لا ناشفه ولا مميميه. يعني القوام ده بالنسبه لي، بصوا القوام ده بالنسبه لي خطيره. وبصوا الوش عامل ازاي يا جماعه، عالشعره، عاش. لا اللي بعده اعمل حاجه تشربيها، رز بلبن. بصوا انا بشوف ناس كتير، انا هخبي اسم الحاجه عشان اعمل يبقى الريفيو بتاعي في جو كده سسبنس. ليه؟ اسمع عن طول ما انت في عندك سسبنس، طول ما الناس تبقى عايزه تكمل معاك الريفيو وتعرف في الاخر، فانا اكسب مشاهدات وانتوا في الاخر تكسبوا اسم المنتج. فانا هعمل كده. تعالوا نفتح بقى يا جماعه. انا بموت في كرمشه رز بلبن، يعني ممكن يبقى رز بلبن حلو من غير كرمشه مش هاجي ناحيته. بصوا الكرمشه باينه ولا باين اكتر؟ خطيره. لا تعالي هنا عشان ما تقعش. بصوا احنا ما دقناش. طيب السكر مظبوط، بس يكاد يكون زياده سنه. يعني الناس اللي بتحب الحاجه مسكره حلو، مسكره شويه، هو ده اعلى من المظبوط بحاجه بسيطه. خلينا يعني ايه متفقين. طبعا اللبن، الكريمه، القوام ولا غلطه. هنا مش حاسه بطعم الكريمه اوفر زي بتاع ام علي، بس مظبوط. يعني انا شايفه ان الطعم مظبوط. يعني خلص الرز بلبن. اللي بعده بقى، والله يا جماعه انا حاسه ان الدايت بيشتمني من جوه. يعني انا حاسه دلوقتي ان كل دكاتره الدايت ما يحبوش ان يبقى عندهم بيشن زي حالتي كده، عشان انا عار على اي دكتور والله، ما حدش هيسلك معايا. نيجي للقنبله. هو اللي انا اعرفه ان القنبله دي عباره عن ايس كريم، مانجا، فراوله، كريمه، ممكن. فيلا نفتح ونشوف. بسم الله. والله يا جماعه بقول لكم ايه، محدش يكون بيعمل دايت ويعمل زيي، ماشي؟ انا مش قدوه حسنه. يا خرابي، انا هبطل دايت. انا خايفه اعمل كده ادلق على نفسي. بصوا يا اختي، بصوا يلا نشوف دي عباره عن ايه. اول حاجه واضح عصير مانجا ومتقطعه فيه مانجا، دي هتاخد عيني. الناحيه التانية عصير فراوله ومتقطع فيه تفاح اخضر. نشوف اللي في النص دي ايه. ده ما طلعش ايس كريم، كريمه ولباني. الراجل ده يا بابا ما استخسرش، ده كريم قوي يا بابا. مش قادره.
طيب يلا نشوف تحت في ايه تاني. ايه ده؟ بصوا في طبقه كده غريبه انا مش فاهماها، عيب ان انا اقول مش فاهماها بس عادي. المهم ان تحتيها في ايه؟ رز بلبن. اها، كنافه. الحاجه اللي انا ما كنتش عارفاها دي كنافه متحمره او المصحف. لا هي قنبله فعلا يا جماعه، لا مش هكملها، لا كفايه يعني. لا شكرا معلش معايا، كل اللي انت حياتي عشان تتخانق. اللي بعده معروف مفيش حاجه صفرا غير الكاستر، وحد تاني بس مش هنجيب سيرته. حته الكريز، لا الحلو انا مش بحبها يعني، ما بحبش الكريز المسكر. يلا نجرب الكاستر ده، شكله باين ولا ايه؟ بصوا انا مستخسرتش اهو في البلكونه، جايبه لكم الشجره اللي دخلت في عيني. حلو، والمصحف حلو. عارفين حلو ليه؟ بيفكرني باللي امي كانت بتعمله زمان. ده الكلاب عادي يا جماعه، احنا حتى كلها كلاب. اللي بعده يا بنتي، بصوا بقى، ده كنت سايباه في الاخر، قولوا لي ليه. هو انا ما اعرفش ده ايه، بس انا شايفه فوق فيه قرفه، فالقرفه حارقه للسعرات الحراريه، فانا قلت انا هاكل ده كله واجي بعد كده اختم بالقرفه، فالقرفه تحرق اللي فات. هي نظريه بس بتاعتي انا، فمحدش يعمل بيها. الله جماعه، انا من عشاق القرفه، اقسم بالله انا بحب القرفه دي اهي منظرها، وانا بدات ادي عنها يعني جوانب، يعني بدات اعرف دي ايه. ماشي، تقريبا بليله، اقسم بالله تقريبا بليله. يلا بسم الله. بليله، لا حلوه حلوه، مسكره زي الرز بلبن، مسكره يعني، اللي بيحب الحاجه المسكره هتعجبه. بصوا بقى البليله، يا رب تبان، يا رب تبان. البليلايه مستقله بذاتها يعني، مش ما سابهاش تتسلق لحد ما تبوظ، لحد ما تعجن وحطها في علب وباعها للناس. لا البليله يا جماعه كل بليلايه مستقله بذاتها جوه الكريمه بتاعتها. لا كلام جامد. اللي بعده ايه؟ مفيش خلاص خلصت. خد يا بنتي الكلام ده، بعت لي ده، قال يعني بعد ما بعت لي كل الاكل دوت بعت لي دي هتعمل ايه في اللي حصل؟ مش هتعمل حاجه بس نجرب. اكيد رايب، مش اكيد حبه لبن يعني، مش نن. يلا نروح. عايزه اعرفكم حاجه، انا بحب الرايب، ونشوف طعمه حلو، بس للامانه هو مختلف عن بتاع المحلات المصنع، ومختلف عن اللبن الرايب البلدي اللي هو بيبقى مكتل زي الزبادي، بس في المجمل طعمه حلو. طيب احنا وصلنا لاخر الريفيو وانا رغايه، ف هو احنا كنا بنعمل ريفيو لمين؟ هاتي يا بنتي اسم الحاجه. ايوه انا بعمل ريفيو لألبان العربي. مكان المحل فين؟ في المحطه الجديده عند سوق السمك. احمد عامل عرض لاي حد هيعمل اوردر معدي 150 جنيه دليفري فري لحد اخر الشهر، بس يكون من طرفي. ما مستبهلله هي يا جماعه، يعني مستداح مداح، لازم يكون معاك المفتاح، والمفتاح في الموضوع دوت كلمه السر نور. الريفيو خلص يا جماعه خلاص، وصراحه انا حبيت الشجره، وبعد كده هستضيفها معايا في اي ريفيو، واشوفكم في ريفيو تاني.